هل يعني من رؤيه نظر من وجهه نظرك انت شايف هذه القرارات عقوبه ظالمه على جمهور النادي الاسماعيلي؟ اتمنى ان يعود الي الصوت زميل شريف عادل في ملعب اللقاء، اللي طبعا كما وضح الينا بان الجماهير التي دخلت الى ملعب اللقاء جاءت لتوجه رساله لمده 10 دقائق وتغادر بعد ذلك ملعب اللقاء. اتمنى ان يصل الي صوت زميل شريف عادل، ولكن اتمنى ان يكون الصوت اكثر وضوحا، يعني لم استمع الى صوته بكامل الوضوح، وكذلك الى صوت المشجع الذي جاء لكي يعبر عن رايه هنا عبر شاشه قناه مودرن سبورت التي تنفرد بهذا اللقاء الحصري من خلال الزميل شريف عادل وكذلك احد قيادات الالتراس الاسماعيلاوي. ونتمنى بالفعل ان تغادر الجماهير بعد 3 دقائق من الان، لان الجماهير بالفعل اقتحمت الملعب منذ 7 دقائق، والرساله التي يريد ان يعبر بها جمهور الاسماعيلي هي لمده 10 دقائق لا تزيد عن ذلك. مباراة تتوقف الآن كما نتابع مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. 10 دقائق مرت من أحداث الشوط الأول، ولكن لم يلعب من أحداث الشوط الأول إلا سوى 5 دقائق، بينما رجال الأمن ورجال أيضا الإسعاف يحاولون الآن التصدي لهذه المحاولات العشوائية من قبل جماهير الإسماعيلية، اللي كنا نتمنى أن تمتثل لهذا القرار حتى لا تأتي بعقوبة مغلظة على النادي الإسماعيلي، الفريق الذي له تاريخ كبير. وكذلك نكون كل الاحترام إلى تلك الجماهير، ولكن الجماهير التي تعشق كرة القدم باحترام. شريف عادل مرة ثانية، أهلا بك شريف. شريف عادل أهلا بك. محمد أهلا وسهلا. ألو. أيوة اهلا وسهلا محمد. اتفضل شريف. يعني وصلت لحضرتك ان هم متواجدين لفتره وهيخرجوا من ارض الملعب وده مؤكد. شريف الاقتحام، يعني وضح لنا الصورة كيف تم الاقتحام. تم الاقتحام طبعا من ميدان الممر من البدايه، وتوجهوا للاستاد الاسماعيليه حوالي 10 دقائق من ممر الاستاد الاسماعيليه. هل التعزيزات الامنيه غير كافيه خارج ملعب اللقاء؟ اطلاقا، التعزيزات كانت على مستوى عالي جدا. نعم. ولكن الامن ما حبش ان هو يخش في صدام. نعم. مع الالتراس. انا شايف دلوقتي في اشارات. ايوه اديني احد قيادات الالتراس شريف. احد قيادات الالتراس شريف، اتمنى ان يتحاور معي الان عبر هذه الشاشه لكي تصل الصورة إلى المشاهد الكريم الذي يتابع قناة مودرن سبورت الآن في كل مكان. ولكن أعتقد نعم شريف عادل، الصوت ينقطع الآن، ولكن كما واضح أمامي على الصورة استعدادات أمنية سواء من رجال الشرطة وكذلك رجال القوات المسلحة، بالإضافة نلاحظ يعني تصرف حكيم يأتي من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة اللي ما حبوش يستخدموا سلاح العنف والتصدي بغوغائية وعشوائية مع هذه الجماهير التي انفلتت عصبيا، ومن خلال الانفلات الأعصابي اللي تابعناه على هذا والانفلات الأخلاقي اللي بيأتينا على هذه الصورة. ولكن أعتقد أن الجماهير أمامنا كما نلاحظ على صورة هذا الملعب يغادر الآن ملعب ومدرجات فريق النادي الإسماعيلي. أعتقد الجماهير تغادر مدرجات هذا الملعب بعدما أرادت أن توصل هذه الرسالة. والآن يصل صوت الزميل شريف عادل مرة أخرى. شريف أنت معي الآن على الهواء. يا أستاذ محمد، زي ما أكدت لحضرتك بالفعل عدوا حوالي 10 دقائق أو 12 دقيقة. نعم. الجمهور خرج من أرض الملعب تماما. نعم. الأمن سيطر على الأمر تماما بالتنسيق، والجمهور خرج من أرض الملعب يا أستاذ محمد. طب يعني إيه رغبة ونية الجماهير بعدما غادرت ملعب اللقاء الآن؟ هل تنتظر خارج الملعب أم تغادر وتذهب إلى المقاهي التي تتجاور أو هنا في ملعب اللقاء؟ تتواجد بجانب وتوجه والكابتن حسني عبد ربه وتم احتواء الأول مع حضرتك الكابتن أبو طالب العيسوي على الهواء. كابتن ابو طالب العيسوي معك معلق اللقاء محمد الغياتي عبر قناه مودرن سبورت. اهلا وسهلا. اهلا بك كابتن ابو طالب، يعني رايك وتعبيرك عن هذه الصوره. ما فيش والله، هم يعني الناس ده جمهور بيحب النادي وكان نتمنى نشاهد المباراه، وهم دخلوا وطلعوا برضه، هم طلعوا بمزاجهم، دخلوا بمزاجهم وطلعوا بمزاجهم. نعم. عشان حرصا على سلامه النادي، وبس كان يعني او هم حابين يبقوا متواجدين، لكن الحمد لله عدت على خير يعني الحمد لله. نعم. هل كابتن ابو طالب معي الان؟ لا الحمد لله الامور كلها تمام. كابتن ابو طالب، هم دخلوا وخرجوا والحمد لله مفيش اي مشاكل. هل الدخول ده سيؤثر بالسلب على اداء الفريق؟ لا المباراه تستكمل، مفيش، احنا ليك ربع ساعه، قبل ربع ساعه خرجت والامور تمام الحمد لله. هل يؤثر على اداء الفريق ان شاء الله؟ يا استاذ محمد، مع حضرتك شريف عادل، زي ما قلت لحضرتك الامور بدات تستقر تماما داخل ملعب الاستاد الاسماعيليه، وهيكون مع حضرتك دلوقتي الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى. كابتن سعفان. ايوه مع حضرتك الكابتن سعفان على الهواء. كابتن سعفان صغير مدرب حراس المرمى، اهلا بك عبر قناه مودرن سبورت.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اهلا بيك، معك محمد الغيثي معلق اللقاء. يعني اتمنى يعني ان توصل رساله الى جماهير الاسماعيلي العاشقه لهذه اللعبه الجميله ولفريق الاسماعيلي بان يعني تلزم احترام قوانين اللعبه بالتاكيد، وان لا تؤثر على اداء فريق الاسماعيلي فيما بعد ان شاء الله. وصلت الرساله لبعض الجمهور اللي دخل الملعب، بس هو خلاص دلوقتي طلعوا الحمد لله. بالفعل يعني هي دي الصوره الامام. اتفضل. في رد فعل معلش انا مش عايز اقوله دلوقتي على الهواء، بس هقوله بعد المباراه. خلاص ان شاء الله تتجاوب مع الكابتن. بعض الناس هنا نعم. في اسماعيليه نعم مش كويس، معلش. تتواصل مع الكابتن مدحت شلبي عبر الاستوديو التحليلي عقب هذا اللقاء وعقب لقاء الاهلي مع المقاولون.